2025 Royal Rumble match will win the Royal Rumble for the WrestleMania match. I can't see John Cena throwing me over the top rope. Did you say Roman Reigns? There are no friends. One name, Cena. Welcome to the Netflix era. في عرض سماك داون الاسبوع ده شفنا ان الاسطوره ري ميستيريو اعلن مشاركته في عرض الرويال رامبل، وفي عرض الرو شفنا ان سامي زين، كيريان كروس، لوتفي كايزر اعلنوا برضو ان هم هيشاركوا في عرض الرويال رامبل ده. بس يا ترى الاسطوره ري ميستيريو بيشارك في عرض الرويال رامبل كمره اخيره ليه قبل الاعتزال؟ طب وايه حكايه كيريان كروس ومراقبته الشديده لسيس فريك رولينز، وليه اعلن بشكل غير مباشر ان هو هيشارك في الرويال رامبل؟ لوتفي كايزر كمان اعلن بشكل رسمي ان هو هيشارك، وسامي زين اعلن ان هو مش طمعان في لقب العالم بس عايز يشارك برضو في عرض الرويال رامبل. بس ليه؟ الطريق بتاع الرويال رامبل عمال يزداد صعوبه اكتر واكتر، وفي غموض اكتر واكتر حوالين اللي هيفوز بيها. بس في سيناريو غريب كده انا شايفه في دماغي ما بين سيس وسامي وماكنتاير وكيريان كروس، في ربط غريب كده او ربط غير مباشر خالص. احنا شفنا الفقره اللي حصلت ما بين سامي زين وسيس فريك رولينز خلف كواليس عرض الرول اللي فات، لما سيس فريك رولينز قال له انا مبسوط انك هتشارك في عرض الرويال رامبل ده، بس انا مش هكون متردد تماما ان انا اقصيك منها. وشفنا في الخلفيه ان كيريان كروس كان بيراقب سيس رولينز وسامي زين، وبعدها لما المذيعه سالت كيريان كروس عن خططه وطموحاته قال ان هو لسه عنده ناس كتيره على القائمه بتاعته، طالما هو اتخلص من انكل هاودي والوايت 6 فهو لسه عنده سامي زين، سيس رولينز وسي ام بانك على القائمه الخاصه بيه. طب دي حاجه غريبه جدا، هو ليه مراقبهم وليه بالذات سيس رولينز؟ وسامي زين قال في السيجمنت الخاص بيه في عرض الرو قال ان هو هيشارك في عرض الرويال رامبل، بس هو مش طمعان في لقب عالم ولا عايز لقب عالم. امال انت هتشارك في عرض الرويال رامبل ليه؟ ما هو مفيش سبب، اللي بيخش الرويال رامبل ده بيبقى طمعان في حاجه واحده بس، لقب عالم يفوز بيه داخل الاتحاد. واكيد انت مش داخل عرض الرويال رامبل علشان تدعم رومان رينز زي ما كيفن اوين قال لك وسيس فريك رولينز قال لك. كيفن اوين دخل قال له انت اكتر واحد تستحق انك تفوز بمباراه الرويال رامبل دي علشان نلعب انا وانت ماتش في الراس المنيا، انا البطل وانت تكون بطل الرويال رامبل ونحقق ماتش احلام تاريخي. بس ليه سامي زين ما يفوزش بالرويال رامبل؟ ايه المانع؟ ده اكتر حد اندر ريتد لازم يفوز بعرض الرويال رامبل ده، الشخص الغير متوقع تماما. تخيل مثلا سامي زين يوصل فاينل الرويال رامبل مع رومان رينز مثلا ويكسر رومان رينز من الرويال رامبل، دي فكره جنونيه. وتخيل في نفس العرض كيف يفوز على كودي رودز وبعدها نشوف ماتش ما بينهم في المين ايفنت في الراس المنيا 41. حاجه لو تريبل اتش عملها يبقى هو تخطى كل التوقعات ويبقى هو على راسنا، بس الصراحه ده مش هيحصل. سامي زين قال في السيجمنت بتاعه بالنص ان هو مش طمعان في لقب عالم ولا عايز يفوز بلقب العالم، كفايه دعم الجمهور ليه، بس هو هيشارك في الرويال رامبل. فانا شايف دي لقطه عبثيه ولا لقطه بتدي ايحاء ان سامي زين بيقرب من عرض الرويال رامبل وهيكون له قصه جامده جدا في عرض الرويال رامبل، خصوصا اللي حصل في المين ايفنت بتاع عرض الرو نفسه، الهلوفه كيك اللي بدل ما تيجي في درو ماكنتاير جت في سيس فريك رولينز، وسيس بعد المباراه رفض يسلم عليه ورفض يرد عليه، وده معناه ان هتحصل حرب ما بينهم جامده. ممكن تشوف ضحك درو ماكنتاير، واضح ان في سر وفي لغز في الحته دي. انا شايف ان كيريان كروس ومراقبته لسيس رولينز وسامي زين ان هيكون له دور كبير في الرويال رامبل دي، وان ممكن يكون في تعاون خفي مثلا ما بين درو ماكنتاير وما بين كيريان كروس في انهم يوقعوا برومان رينز مثلا، او يوقعوا بسيس فريك رولينز مثلا، او يوقعوا بسامي زين مثلا. ودي طبعا المحقق كونان اللي جوايا بيشتغل لما بيحب يشوف اللقطات دي. دايما تريبل اتش بيرمي لقطات غريبه كده بدون اي معنى، لو جابت مثلا ريتش مع تريبل اتش احنا نمشي اللقطات دي ونستمر بيها. بس لحد دلوقتي بعد اعلان سامي زين انا شايف انها كانت فرصه انه يقول ان انا عايز اشارك في الرويال رامبل دي علشان انا كمان عندي هدف وعندي طموح ان اكون بطل عالم داخل الدبليو دبليو اي. هتبقى حلوه جدا اللي هو كان عملها، بس هو دخل وقال ان هو كفايه دعم الجمهور ليه وان هو مش طمعان في اي لقب عالم، بس اعلن ان هو يشارك. ودي لقطه انا شايفها عبثيه ولقطه كويسه في نفس الوقت. ايه دور سامي زين داخل ماتش الرويال رامبل؟ هل هيكون من اتباع رومان رينز ولا سامي زين هيكون له دور قوي جدا وممكن نشوفه من ضمن اخر ناس هتقف على الرينج ده؟ بس لحد دلوقتي اللي مصعب الامور ومصعب التوقع ان رومان رينز بول هيمان اعلن في سماك داون ان هو هيشارك في عرض الرويال رامبل ورومان ما ظهرش لحد دلوقتي. انا عارف ان رومان هيظهر عرض الرو الجاي في الاحتفاليه الخاصه بيه، بس انا مش فاهم لحد دلوقتي ليه ما حصلش سيجمنت ما بين رومان وبانك وسيس وسينا وماكنتاير علشان نعرف مين فيهم اللي هيقع بالكلام، مين اللي هيكون عليه العين اكتر ان هو يفوز بالرويال رامبل. يعني السنه اللي فاتت كودي رودز لما فاز بالرويال رامبل للمره الثانيه قبلها في عرض
عرض الرو قال ان ده الوقت ان كودي رودز لازم ينهي القصه بتاعته، لان خلاص القصه بتاعته بوخت. وشفنا السيجمنت الشهير ما بينه وما بين سي ام بانك السنه اللي فاتت، والسيجمنت اللي وقفوا قصاد بعض فيه فيس تو فيس، وعرفنا وقتها بشكل 100% ان كودي رودز وسي ام بانك هيكونوا اخر اتنين يقفوا داخل مباراه الرويال رامبل، والماتش هيكون ما بينهم هم. وده اللي حصل فعلا، الاتنين فعلا وقفوا قصاد بعض في السيجمنت ووقفوا قصاد بعض في فاينل الرويال رامبل، والنتيجه فوز كودي رودز وانهاء قصته. وده نفس اللي بيعمله سي ام بانك حاليا. سي ام بانك بيقول ان من بعد عرض الوار جيمز وبعد فوزه على سيس فريك الرولينز ان على كودي رودز وجونتر ان هم يأمنوا شر الافضل في العالم سي ام بانك. وقف وشاور على لافتة الراسلمانيا اللي هي مش موجوده، وقال ان انا الوحيد اللي شايف لافتة الراسلمانيا دي، انا الوحيد اللي استحق ان انا اكمل قصتي اللي اندفنت من اكتر من 10 سنين داخل الدبليو دبليو اي، انا اللي استحق افوز بالرويال رامبل، انا اللي استحق اكون في المين ايفنت في الراسلمانيا دي. وبصراحه نفس قصه كودي رودز السنه اللي فاتت، كودي رودز كان يقول نفس الكلام وسي ام بانك بيكرر نفس الكلام، وكل واحد له اسلوبه الخاص. فواضح ان سي ام بانك طريقه هيكون في الرويال رامبل انه ممكن يكون رقم 2 من ضمن اللي هيفوزوا في الرويال رامبل. انا لسه ما اعرفش مين رقم 1، بس حاليا في الفيديو ده انا برشح ان سي ام بانك يكون من ضمن الثلاثه اللي انا متوقعهم. سي ام بانك هيكون رقم 2 من ضمن الثلاثه دول في انه هيفوز بالرويال رامبل، بس برضه يتبقى عندنا رقم 3 ورقم 1. رقم 1 اللي هيكون عليه العين كله، بس الاهم دلوقتي ان انا اخترت اخيرا حد مرشح للفوز بالرويال رامبل، والحد ده هنختاره من الجزء الثالث ده، وهو الافضل في العالم سي ام بانك. يستحق يكون رقم 2 من ضمن المرشحين للفوز بالرويال رامبل ده، لان هو الوحيد لحد دلوقتي اللي طلع في سيجمنت واعلن من قبل السيجمنت هو هيشارك، وطلع في السيجمنت مع سيس فريك الرولينز يتكلم عن مشواره في الرويال رامبل وحلمه انه ينهي قصته، وطلع برضه في عرض الرول اللي فات وقال انه خلاص ان هو مش مهتم حتى لجون سينا، لان هو شايفه سامي زين مش من مستواه، درو ماكنتاير هو دفنه، فهو اكتر واحد بيتكلم، فليه ما يكونش هو المرشح رقم 2 للفوز بالرويال رامبل؟ وممكن مع الوقت اخليه رقم 1 لانه هو اكتر واحد دائم الظهور. بس انا عايز اشوف حد بعينه، حد يكون العين متسلطه عليه بشكل كبير، لان احنا زي ما احنا شايفين جون سينا من ساعه ما اعلن ان هو هيشارك في عرض الرويال رامبل ما ظهرش خالص، لا في عرض الرو الثاني ولا في عرض الرو الثالث، ولا بيعمل اي حاجه. وبما ان بقى جون سينا مشارك في عرض الامنيشن تشامبر، فانا اتوقع بنسبه كبيره ان جون سينا هيكون خارج الثلاثه المرشحين للفوز بالرويال رامبل السنه دي. جون سينا انا مش فاهم، الجوله الاعتزاليه بتاعته بدات وقال انه هيكون مصارع فول تايمر في عام 2025، ولحد دلوقتي ما ظهرش غير مره واحده في سيجمنت وحيد يتيم اعلن فيه انه هيشارك في عرض الرويال رامبل علشان يحقق المره ال17 للفوز بلقب العالم. دي حاجه غريبه انا شايفها من جون سينا واداره الدبليو دبليو اي، ان ازاي جون سينا يبقى فول تايمر مع الدبليو دبليو اي ولحد دلوقتي ما ظهرش غير في سيجمنت واحد وفي عرض واحد بس. جون سينا كان من الاحق ان الدبليو دبليو اي تعلن ان هو هيشارك في عرض الرو الثالث مثلا اللي هو اتلعب، اللي انا عملت عنه حلقه، مش شرط يشارك في عرض الرو الثاني، بس لحد دلوقتي اللي هم اعلنوا انه هيشارك في الثالث ولا هيشارك في الرابع، وبالتالي هتكون مشاركته دايركت على عرض الرويال رامبل على طول بدون اي سيجمنت. هل مثلا هيظهر بشكل مفاجئ في عرض الرو الجاي؟ لا، الدبليو دبليو اي لازم تعلن قبلها علشان تبيع التذاكر الخاصه بتاعه عرض الرو. ده هيفيد الدبليو دبليو اي وهيفيد نتفليكس وهيفيد كل المشاهدات. لحد دلوقتي جون سينا انا شايف ان هو بره التوقعات تماما، وطريقه في الرويال رامبل هتكون مشاركه شرفيه وهيتم اقصائه من الرويال رامبل. مش عايز اقول بكل سهوله، بس هيتم اقصائه من الرويال رامبل دي. يبقى احنا عندنا لحد دلوقتي ان سي ام بانك هو من ضمن الثلاثه المرشحين وهيكون رقم 2 عندنا. كده هيبقى معانا رقم 1 ورقم 3. رقم 1 ده اللي هتكون عليه العين الكبيره، هو اللي لازم يفوز بالرويال رامبل، ولما فاز بالرويال رامبل مش هتكون رامبل عباسيه ولا حاجه، بس انا لسه بدور على رقم 1 ده لحد دلوقتي. بس من ساعه ما شفت السيجمنت بتاع سامي زين وانا حاسس ان مشاركته في الرويال رامبل هتكون خاصه بعداوه، في عداوه ممكن تحصل ما بين سيس، سامي، ماكنتاير، كيريان كروس، وممكن العداوه دي تتبلور في عروض الرو. انا شايف ان الاربعه دول مستحيل حد فيهم يفوز بالرويال رامبل، لا سامي ولا سيس ولا ماكنتاير ولا حتى كيريان كروس، رغم ان هم الاربعه دول يستحقوا الفوز بالرويال رامبل بشكل كبير. كيريان كروس كسيجمنت رهيب، كمصارع على الحلبه رهيب، حتى الشخصيه اللي بيقدمها حاليا اكتر شخصيه ممكن تعجبك في الدبليو دبليو اي، شخصيه غامضه في نفس الوقت، شخصيه شريره وفي نفس الوقت تحس انها شخصيه مضحكه. فالصراحه الشخصيات دي بتعجبني جدا داخل الدبليو دبليو اي، بس اكيد هو مستبعد، هو بس هيدخل الرويال رامبل دي علشان يخرج منها بعداوه زي سامي زي سيس وماكنتاير. الرويال رامبل دي لازم يكون فيها قصص كويسه تخرج منها للراس المانيا، وده اللي انا شايف تريبل اتش بيحاول يهتم بيه من ساعه ما القصص اتغيرت، واحنا عارفين كلنا القصص اتغيرت ليه. بس اللي هو بيهتم بيه من الرويال رامبل دلوقتي انه يخرج
هيخرج بقصص وعداوات ومباريات لعرض الراس المانيا، لان مؤتمر الراس المانيا هيتلعب في شهر فبراير، نفس الشهر اللي هيتلعب فيه ماتش الرويال رامبل. فعلشان كده تريبل اتش هيخرج مباريات كتيره جدا من عرض الرويال رامبل ده، وهنفهم العداوات رايحه لفين. وكده كده لوجان بول بظهوره الجاي في عرض الرو هيعلن ان هو هيشارك في الرويال رامبل، وكمان جولدبرج هيظهر في عرض الرو الجاي. عرض الرو الجاي هيكون عرض رو كبير، بس برضه فين جون سينا؟ فين من ضمن الناس اللي هم مرشحين ليفوزوا بالرويال رامبل؟ ما بيظهرش. احنا مش هنسبق الاحداث، احنا عندنا بانك اعلن، سيس اعلن، ماكنتاير اعلن، جون سينا اعلن، رومان رينز اعلن، سامي زين، لودفيك، ريمستيريو، وعندنا برضه ال نايت هيشارك، جي اوسو مؤكد مشاركته في الرويال رامبل، وبالتالي اكيد اخوه جيمي برضه هيشارك في الرويال رامبل. فاحنا تقريبا داخلين على نص المصارعين عارفينهم. تخيل انت عارف 15 مصارع من قصر 30. طب ال 15 مصارع اللي هم مجهولين دول هل ممكن تحصل فيهم عودات صدمه؟ اكتر حاجه الرويال رامبل دي محتاجها هي عوده ذا بيست بروك ليزنر. بروك ليزنر كان جزء كبير من الرويال رامبل عام 2023، كان جزء رهيب قوي. شوف لحظه دخوله مثلا لما دخل وهاجم ماكنتاير وشيمس، ولا لما تم اقصائه من بابي لاشلي، والنيرف اللي حصل له وقتها خارج الرينج وضربه للحكام، لان فعلا هو عمل الحاجات دي من تلقاء نفسه، الحاجات دي مش من ضمن السيناريو المكتوب. بروك ليزنر كان عندك جزء مهم جدا من الرويال رامبل 2020 لما اعلن ان هو هيشارك في الرويال رامبل دي، وبما انه بطل الدبليو دبليو تشامبيون وهيخش رقم 1 وهيقصي الكل علشان ما يلعبش ماتش في الراس المانيا دي، كنا شايفينها حاجه عظيمه جدا. تخيل بطل الورلد هيفي ويت تشامبيون وقتها الدبليو دبليو اي هيشارك في الرويال رامبل علشان ما يلعبش في الراس المانيا، فكره جديده ومختلفه، ودخل عمل ريكورد تاريخي واقصى وقتها مصارعين كتير جدا، وبعدها خرج من درو ماكنتاير وفهمنا ان القصه هتبقى ما بينهم. وفي نفس الوقت كان جزء كبير جدا من الرويال رامبل 2022 ولما فاز بيها وطلع وقتها اقصى الكل، كان جزء من الرويال رامبل 2023 اللي كانت جامده كاداء. فالرويال رامبل دي تفتقد شخص زي بروك ليزنر. بابي لاشلي خلاص موجود في الاليت، فمين اللي هيعوض الشخص ده؟ بروك ليزنر حاليا ما عندوش اي مشاكل مع الدبليو دبليو اي، كل القضايا انتهت، فاتوقع عودته في الرويال رامبل هتكون صعبه بسبب سياسه تريبل اتش، لانه ما بيحبش المصارعين اللي يمشوا رايه عليه. يعني بالمعنى بروك ليزنر لو قال له انا هخش هلعب الماتش ده مثلا ضد كودي رودز، انا مش موافق ان انا اخسر لكودي رودز الماتش ده. لو فينس ماكمان كان هيوافق ويسمع كلام بروك ليزنر، انما تريبل اتش ما عندوش الكلام ده. اللي انا قلته لازم تلتزم بيه، وانا ما اعتقدش ان سياسه بروك ليزنر هتنجح مع سياسه تريبل اتش، فاتوقع عودته في الرويال رامبل هتكون صعبه. وبما انها صعبه فاتمنى ان لو بروك ليزنر ظهر هيحول الرويال رامبل دي للرويال رامبل ايقونيه ومش هتتكرر تاني ابدا. الوحش بروك ليزنر دخلته بس على الرويال رامبل تزيدها هيبه وتزيدها عظمه بكتير. وبرضه احنا عندنا في كلام ان أليستر بلاك بما انه خلاص عقده مع الاليت شطب، فانه ممكن بنسبه كبيره يظهر في عرض الرويال رامبل 2024 زي اندرادي السنه اللي فاتت بالظبط لما ظهر في عرض الرويال رامبل. فاتوقع ان أليستر بلاك تريبل اتش بيحبه جدا من ساعه فتره NXT بلاك اند جولد، ولا اتوقع بنسبه كبيره الشخص ده هيكون موجود في عرض الرويال رامبل وهيظهر من ضمن الناس اللي هيكونوا صدمه على الكل، لان أليستر بلاك اعتقد ان هيكون له خطط كبيره جدا داخل الدبليو دبليو اي ومشوار جامد جدا. فلحد دلوقتي دول الشخصين اللي عليهم العين، عوده صعبه لبروك ليزنر وعوده شبه مؤكده لأليستر بلاك داخل صفوف الدبليو دبليو اي مره تانية. احنا الاهم في الفيديو ده ان احنا طلعنا بالمصارع رقم 2 اللي ممكن يفوز بالرويال رامبل، لسه عندنا رقم 3 ورقم 1 اللي انا لسه مخبلهم حاجات كتيره قوي. سي ام بانك يستاهل لانه بيظهر في سيجمنت كتير جدا زي كودي رودز السنه اللي فاتت، نفس قصته. السنه اللي فاتت حطيت كودي رودز من ضمن المصارعين اللي هيفوزوا، كان رقم 2 وكان سي ام بانك رقم 1 وكان رقم 3 كان جونتر، وهم فعلا اخر ناس وقفوا على الرينج. يعني دي حاجه كويسه، انا كنت واصل لدرجه كويسه والكلام ده كان على الفيسبوك، كنت لسه وصلت هنا على اليوتيوب. واللي فاز وقتها كان المصارع رقم 2 كودي رودز، ودي كانت بالنسبه لي كانت صدمه ان انا ما توقعتش ان كودي رودز ممكن يفوز. انا حطيته بس رقم 2 السنه اللي فاتت بسبب السيجمنت كتيره اللي كان بيعملها، وسيم بانك حطيته رقم 1 لان هو اللي كان عليه العين بشكل كبير قوي، هو اللي كان احق. بس اللي حصل واللي احنا شفناه والفينيش ذا ستوري كل ده اترمى في الزباله، هو موجود في الزباله دلوقتي وانا قربت ارمي الزباله دي خلاص بره البيت. حاليا اللي طالبه في عرض الروك جاي ان الطريق يوضح اكتر، لان خلاص ممكن ده يكون الجزء اللي قبل الاخير والجزء الجاي يكون التوقعات بشكل رسمي. اتمنى ان رومان رينز يقول كلمتين عليهم العين، سامي زين يظهر، افهم سي ام بانك بيعمل كده ليه، كيريان كروس برضه بيراقبهم ليه، درو ماكنتاير وضعه هيكون ايه لما رومان رينز يكون موجود في عرض الروك جاي. اتمنى كل الكلام ده يتم وضوحه من تريبل اتش، بس انا واثق ان تريبل اتش بيحاول يعمل رويال رامبل عظيمه بعد اللخبطه اللي حصلت بسبب ذا روك. في بقى حاجه مهمه قوي،
هل ذا روك هيكون له دور في عرض الرويال رامبل؟ علشان الكومنت ده بيجي لي كتير، والناس اللي كانت بتقول شوف التسريبات اللي ظهرت، التسريبات اللي بتقول ان ذا روك هو اللي هيفوز بعرض الرويال رامبل، ذا روك هيكون رقم 30. طب ما في تسريبات تانية طلعت وقالت ان سي ام بانك هو اللي هيفوز بعرض الرويال رامبل ده. انا بقولها اهو في الفيديو ده، ذا روك مش هيكون له اي دور في عرض الرويال رامبل. ذا روك دخل انهى كل القصص الخاصه بيه في الدبليو دبليو اي في 10 دقايق بس. انهى قصته مع كودي رودز، انهى قصته مع رومان رينز والبلاد لاين، وغادر حصون الدبليو دبليو اي، وهي بنته بتحط له ميك اب الايام دي لو بتشوفوا، يعني بينزل صور وستوريز وحاجات حلوه، بيضحك ابن اللذينه والله، دمه خفيف. فمشاركه ذا روك في الرويال رامبل مستحيله، مش مؤكده او حتى بعيده او قريبه، لا مستحيله يظهر في الرويال رامبل. ذا روك مستحيل يفوز بالرويال رامبل، وهقول لكم حتى لو ذا روك رجع وفاز بالرويال رامبل هيبقى عبث. امال انت رجعت ليه في عرض الرول الاول على نتفليكس وانهيت كل القصص؟ ما دي كانت حاجه عبثيه جدا، يعني انت ظهرت علشان تنهي كل القصص داخل الدبليو دبليو اي، دي اكتر حاجه عبثيه انك ترجع في الرويال رامبل وتفوز بيها وتتحدى كودي رودز مثلا تاني، ده عبث. ده اللي انا بحاول اوصله لكم، مستحيل. هو جه انهى القصص عشان يرجع في الرويال رامبل بشكل مفاجئ؟ ما كده وحشه. اما انت حضنت كودي رودز ليه؟ لبست رومان رينز الاولى فالا ليه؟ ملهاش اي منطق من عوده ذا روك. انا مش شايف عوده ذا روك هيكون لها اي قصص. الرويال رامبل ده بشكل كبير جدا هنعرف نتوقعه باذن الله السنه دي، وان شاء الله في الفيديو الجاي ممكن نوضح مين رقم 3 او مين حتى رقم 1. الاهم يا شباب، احنا كل يوم بنقدم لايف على اليوتيوب من الساعه 12 او الساعه 1 او الساعه 2، وبرده الاهم انك تتابعنا على صفحه الفيسبوك، وصلنا فيها 1000 فولورز والفولورز عماله تعلى فيها. فايه رايك تروح تعمل لنا فولورز دلوقتي؟ الرابط موجود تحت في الديسكريبشن، وما تنساش برده تتابعنا على حساباتي على السوشيال ميديا، الفيسبوك والتيك توك والانستجرام، كل الرابط موجوده تحت في الديسكريبشن. كان معاكم مصطفى محمد، واحلى سلام.